قريت واحد التعليق في الفيديو اللي فات اللي بطبيعه الحال كنشكركم على التفاعل ديالكم عليه. تعليق كيدوي على واحد لوبيراتور او شركه اتصال اللي قديمه بزاف، ماشي ميديتال اللي دويت عليها في الفيديو اللي فات، وانما شي حاجه اللي حرفيا غابره وقديمه وقليل اللي عاقل عليها. باين جي اس ام. باين جي اس ام ديما واقف معاك، من اقدم شركات الاتصال في المغرب اللي كانت كتنافس بها اتصالات المغرب وميديتال في ديك الوقت. بدات في 2007 ولحد الان الاغلبيه فيكم ما عارفاش فين غبرات بالضبط. كنا جالسين تغبرات هكاك بوحدها، دارت ضجه اللي كبيره بزاف في المغرب كامل بسبب حركه واحده فقط، واللي هي الروشارج بدرهم. يا على الذكريات، شكون عاقل على الروشارج بدرهم والتليفون فيكس ديال البين والهضره مورا 12 ديال الليل فابور؟ تريب الهضره على صعيد التراب الوطني. واش نيت بصح على رقبتي؟ تيقوا أو لا تتيقوا، مع تريب الهضرة تكلموا 3 مرات أكثر بديرها من واحد. شاخ على حسن في المؤنث. واو الخوت، عاد عرفت باللي الوقت كيدوز بالزربه ديال بصح. هادشي بحال غير البارح كنتي تقدر تلقى الكارطه ديال البين عند كلشي، واحد ساكن في شي دوار غابر حتى هو تلقاها عنده. يعني كانوا شادين المغرب كامل. عروض مغريه اللي كانوا هما الوحيدين اللي دايرينهم في ديك الوقت، هما الوحيدين اللي كانوا متميزين بالروشارج بدرهم وكذا. عندك درهم غتهضر، ما عندكش درهم حتى هي غتهضر. استنى غير تفوت 12 ديال الليل وبقى تهضر اخويا مع من بغيتي تيخرجوا حلاقمك. الهضره مورا 12 ديال الليل كانت فابور، يعني كانوا دايرين المزيان مع بنادم بالرجوله. تعقلوا على التيلي بوتيك اللي كانوا شحال هادي تميزي درهم باش تهضر. باين حرفيا كانوا دايرين ليك تيلي بوتيك في جيبك تديه معاك فين ما مشيتي. عروض كانت سابقه وقتها. المشكل هنا هو ان باين ما كانوش عارفين باللي هاد العروض المغريه اللي كانوا كيديروا هما اللي غادي يكونوا سبب مباشر في الغبره اللي غادي يغبروا بالمره. كاينين جوج فرضيات اللي منطقيين على فين غبرات هاد باين. اول فرضيه واللي هي هاد العروض ديال الروشارج بدرهم ودوي فابور بالليل، وكانوا داروا حتى شي مسابقه تقدر تربح فيها حتى المليون سنتيم. سلام صافا السميه عادل مشرفين. نشوف لك واش مخدم باين جي اس ام. زيد كاينه باين جي اس ام مخدمه، جيبوا لي المليون. هادو كاملين كانوا سبب في افلاس الشركه. هذا اللي خلى الشركه الام واللي هي وانا توقف هاد لوبيراتور بالمره. الفرضيه الثانيه واللي هي العروض اللي كانت كدير باين كانوا ساهلين على المنافسين ديالها باش يديروهم حتى هما، بحال مثلا ميديتال في ديك الوقت راه هي كانت دايره الروشارج بدرهم. هادي راه ميديتال جاهز الو، جابت اخر ما كاين الروشارج غير بدرهم واحد، نعيط ونعاود نعيط. وكانت حتى هي دايره المكالمات فابور مورا 12 ديال الليل. هذا اللي خلى باين ما تقدرش تكمل مع هذه المنافسه القويه وتحبس الى الابد. باين كانت سابقه وقت هذا بصح، الاشارات والتسويق اللي كانت كدير راه واعرين بالمقارنه مع ديك الوقت. على سبيل المثال من ناحيه انهم كانوا معروفين بالروشارج بدرهم، كنتي كتسمع الصوت ديال الدرهم فيما كتشوف اللوغو ديال باين. باين جي اس ام ديما واقف معاك. اولا من السلسلات القصيره او دي كابسول اللي كانت كدير للاغلبيه فيكم غادي يكونوا عارفينهم. ملي كنتي صغير شحال كنتي كتلبس في رجليك؟ 2 فردات. والنمره يا النمره 43. ودابا 43. تسطينا كي درتي لها؟ حيت شراو لي صباط قالوا لي كبر فيه. كبر فيه الوايا انت. مثلا انت تاخذ كاس تتقول حيد البلا والباس، والبلا والباس ترين بيبقى تبعنا حنا كمغاربه في كوزينتنا. اجيو معايا نحيدوا حنا هاد البلا والباس بمره. حيد عليا هاد البلا والباس تنكونوا تهنينا من البلا والباس. غادي نحيدوا البلا والباس وغنبقاو تنحيدوا في البلا والباس حتى ما يبقى حتى شي بلا والباس اخر. هكذا سيدتي تتلقاي انا ما بقى لا بلاس لا بلا وتهنينا سير في حالاتك. هاد دي كابسول بالعاني كيكونوا كوميديين باش المشاهد يربط هذاك المشهد اللي ضحكوا بالشركه اللي مصوباه. فمثلا السلسله ديال حسن الفد راه باقي لدابا كيضحكوا على الناس واخا هاد باين ما بقاتش كاع، يعني خلات واحد الاثر عند الناس اللي فين ما يتفكروا السلسله غادي تفكروا معها باين. زائد ان التسويق المضحك كيتنتشر دغيا. عيطتي وجيبوا لي الدواء. واخا هاد التسويق كامل وهاد العروض اللي كانت كدير باين، هادشي ما خلاهاش تكمل المسيره ديالها وحبست في 2010 وسال الفيلم وطلع جينيريك. الله سي محمد باقي ما ساليناش. الشركه الام ديال باين واللي هي وانا من مورا هاد التجربه الفاشله قرروا انهم يرجعوا للسوق بفكره جديده واستراتيجيه تسويقيه محكمه. هاد المره جاونا بلوبيراتور ديال انوي. انوي اللي كنعرفوها كاملين. شحال هادي كانت هي باين نفس الشركه الام غير ما صدقاش لهم مع باين وقرروا يبدلوها لانوي اللي كلشي عارفه دابا. والدليل هو ان انوي في البدايات ديالها جات بنفس العروض ديال باين، بحال مثلا حساب الثمن المكالمه بالثواني عوض الدقائق. كانوا شحال هادي الا درتي ابل فيها 5 ثواني تقريبا كيحسبوها لك ب8 دقائق، يعني بحال دقيقه وانت كتهضر. الو هادي سعيده وسعيده. ثمن هاد المكالمه تقام عليكم غير ب4 ثواني ماشي ب8 دقيقه كامله. اولا مثلا اس ام اس اللي كيجي من مورا كل ابل دوزتيها، غير تيقطع كيجي اس ام اس فيه شحال هضر وشحال باقي ليه
فابور. تاكدوا من هادشي كله في الاس ام اس اللي كيجيكم فابور مورا كل مكالمه. هي بالاصح انوي بانت بالضبط قبل ما تغبر باين بمده قصيره. شركه وانات لقات انوي قبل ما يسدوا باين، وتقدروا تشوفوا باين في الاشارات ديال انوي على انها الشركه المنافسه بحال اتصالات المغرب وميديتال في ديك الوقت. انوي حتى هي كانت كدير سلسلات بحال باين، غير هي السلسلات اللي كانت كدير ماشي كوميديين وانما خيال علمي وكذا. اشهرهم واللي كلكم عارفينه سويتشرز، وبزاف السلسلات اخرين اللي واعرين ديال بصح، ولكن كيبقى سويتشرز هو احسن واحد فيهم. دابا ما بقاوش كيديروا هاد السلسلات حيت ما بقاتش عندهم الفلوس باش يصاوبوا شي حاجه اللي تعجب الجمهور. كاع الفلوس اللي كيجمعوها كيعطيوها الحكيمي باش يدير لهم اشهار، كاع الفلوس اللي كيجمعوها كيحطوها في الاشهارات. كما باين نقدروا نقولوا تحولات الانوي، حتى ميديتال تحولات الاورانج. مي هنا ميديتال تحولات حرفيا، الناس اللي عندهم ميديتال غتلقاو مكتوبه عندهم اورانج في تليفوناتهم، لدرجه اورانج بنفسها دارت واحد التسويق زوين بهذا البلان نيت. ماما ولينا روز. ميديتال دابا وليتو اورانج. واتصالات هي الوحيده اللي بقات كما هي حتى دابا عاد تبدلات، اللي دويت عليها في الفيديو اللي فات تقدروا تشوفوه. وانا كنبحث وكنقلب في هذا الموضوع اكتشفت من بين كاع شركات الاتصال اللي عندنا في المغرب انوي هي الوحيده اللي مغربيه. الشركات الاخرين كلهم داخله فيهم شركات اجنبيه بنسبه كبيره، بحال مثلا اتصالات المغرب تابعه لإيانت الاماراتيه، واورانج تابعه لاورانج الفرنسيه الاصليه، وانوي الوحيده اللي تابعه لشركه المدى اللي شدها العائله الملكيه، داخله معها تزين الكويتيه ولكن ما شدش فيها بزاف. كنتمنى ويدخلوا شركات اخرين لسوق الاتصالات المغربي بحال مثلا اوريدو، فودافون، اس تي سي وزيد باش تكون المنافسه قويه، حيت اي منافسه بين شركات في اي قطاع كيكون المستفيد الاكبر هو المستهلك. ودابا نيت مع كاس العالم ديال 2030 اللي غادي تنظم عندنا، اكيد اي شركه غادي تبغي تستافد وتدخل حتى هي على هذه المنافسه. قولوا لي الراي ديالكم على هذا الموضوع لتحت في التعليقات. لايك وسبسكرايب ونتلاقاو في الفيديو الجاي.